في شابة اسمها ميرنا جت تتكلم معايا كده بطريقة يعني فيها تحفز كأنها بتتخانق. فقلت لها خير يا ميرنا، ايه الموضوع؟ قالت لي يعني طول النهار بتتكلموا على حقوق المرأة وانه المرأة خدت حقوقها. طيب تصدقي بقى ان انا كنت بشتغل واول ما عرفوا في الشغل ان انا حامل فصلوني. قلت لها يعني ايه فصلوك؟ قالت لي يعني قالوا خلاص البروجكت اللي انت شغاله عليه خلص وقاموا انهوا العقد. قلت لها طب تمام، عملتي ايه؟ قالت لي هعمل ايه يعني هضربهم؟ قلت لها لا خالص خالص، احنا بنتكلم على حقوق المرأة وبنتكلم على القانون، ما بنتكلمش على اننا يعني نمارس العنف ضد بعض. قالت لي ما هم يعتبروا مارسوا عنف ضدي في الشركة، لكن انا في النهاية بنت ولا ست هعمل ايه يعني؟ قلت لها انت عندك نت؟ قالت لي طب ايه علاقة النت باللي انا بقوله؟ قلت لها يعني عندك نت كده وبتدخلي على الانترنت تتفرجي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وممكن تعملي بحث على جوجل وكده؟ قالت لي اه. قلت لها طب عمرك قريتي حاجه اسمها قانون العمل؟ قالت لي لا. قلت لها طيب قبل ما تتكلمي على حقوق المراه انت محتاجه ان انت تقري شويه عنها، لانها ما بتوصلش لحضرتك ديليفري مع السندوتشات الصبح. يعني مهم انك تسالي فتيجي تساليني من غير خناق، او انك تدخلي على اي محرك بحث وتنزلي قانون العمل وتعرفي انه قانون العمل يحظر على جهات العمل انها تفصل النساء بسبب الحمل او الولاده او اجازه رعايه الاسره او اجازه رعايه الطفل. فجبتي منين انه مفيش قانون بيحميكي؟ قالت لي لا ما هو انا ما اعرفش ده بيتعمل ازاي. قلت لها يبقى احنا محتاجين الاول نعرف انه قانون العمل اللي بينظم عمل القطاع الخاص بيحظر تماما التمييز ضد البنات والستات علشان اي سبب. طيب بيحظر تماما التمييز ضد الامهات سواء حامل سواء بترضع سواء عندها طفل محتاج الرعايه، وبالتالي عمل اجراءات علشان حمايه حضرتك انه ما فيش حد يجي يقول اصل البروجكت اللي انت شغاله عليه خلص. ليه ايه هي الاجراءات؟ قلت لها اولا ان حضرتك تقري العقد بتاعك، ثانيا ان حضرتك معاكي مراسلات بتقول او ما يفيد ان البروجكت ده هيخلص او خلص. قالت لي لا ده بروجكت مستمر 4 سنين. قلت لها تمام، معاكي ما يفيد الكلام ده؟ قالت لي ايوه. قلت لها تطلعي فورا على مكتب العمل علشان هو ده الجهه اللي المفروض انك تروحي تقدمي الشكوى فيها. مكتب العمل هياخد شكوى حضرتك وصورة من العقد بتاعك وهيخاطب الشركة مباشرة علشان يقول لهم هاتوا ما يفيد انه الشرط اللي في العقد ده انها شغالة على بروجكت ان البروجكت خلص. فقالت لي ايه ده بجد؟ قلت لها بالظبط كده. فحتى اثبات الضرر مش هيبقى مسؤوليتك انت، الشركة هي اللي عليها تثبت ان البروجكت ده خلص فعلا وانه ما مشيتكيش نتيجة تمييز بسبب الحمل، انما مشيتك طبقا للعقد اللي هي ملتزمة بيه واللي انت المفروض موقعة عليه لو البروجكت خلص. قالت لي لا هو البروجكت فعلا ما خلص ومعايا ما يفيد ده. قلت لها بس مكتب العمل هو اللي هيحقق في الموضوع، وفي الحالة دي بينذر الشركة بغرامات كبيرة وعقوبات، وممكن يديك الحق كمان ان انت تاخدي تعويض عن الفصل اذا الشركة دي مش عايزة ترجعك، فهتاخدي تعويض اللي هو اجرك لنهاية العقد بتاعك، او ان الشركة تلاقي الموضوع دخل في الجد وانها ممكن يبقى عليها غرامات تقيلة علشان ميزت ضد حضرتك بسبب الحمل فترجعك الشغل. القضية مش اننا نقعد نتخانق ونقول ان احنا مظلومين، احنا ببساطة شديدة محتاجين بس اننا نعمل مجهود صغير نعرف فيه حقوقنا من خلال القانون. ولو بتشتغلي في القطاع الخاص ما هياش عايزة بخاصة، لا دي جهات القانون بينظم عملها فيحمي اصحاب العمل ويحمي اللي بيشتغلوا كمان فيها. فهمتي يا ستي؟